نرى أول شيء هؤلاء الآن ماذا تركوا. الآن نحن كمسلمين لعله الشيعة عليهم إشكالات معهم، لكن دعونا نرى هل إشكالاتهم فقط مع الشيعة. مقطعين إن شاء الله صغار وبعدين أدخل رأسا في قضية روكادا، لنرى أولا ماذا حققوا للفلسطينيين وكيف أنهم يحاولوا بطريقة أو بأخرى الطعن بأي مجاهد في فلسطين لطالما أن له علاقة بالشيعة أو ما شابه، ويشككون بل في عقائدهم. دعونا نسمع الدمشقية ماذا يقول عن أحد الشخصيات اللي يحترمها كل المسلمين، واللي هي شخصية لها دور عظيم في الساحة الفلسطينية، وهو خالد مشعل المسؤول عن حركة حماس. نسمع ماذا يقول ولماذا هو حاقد على هذا الرجل. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، هو أخي قدمني، لكن أنا قلت بما أنه أنا تقدمت يومين، أنت تقدمت يومين، فأنا أتقدم يومين حتى يكون ذلك إنصافا، يعني كل شيء بالتساوي. ما نريد أن نجعل له ميزة علينا ولا نجعل لأنفسنا ميزة عليه. الأخ محب لله موجود، اكتب لي واحد. الأخ محب لله موجود. الأخ محب لله موجود ولا طلع؟ طيب أخوانا الأحبة، إن دخولنا في الموضوع الذي حدث اليوم مرتبط بموضوع الرافضة. غير موجود. طيب مرتبط بموضوع، لا موجود محب لله، هذا هو موجود. طيب ليش ما يكتب يا محب لله؟ طيب فالموضوع متعلق بالرافضة يا أخوان. يا أخواني الأحبة، والله أنا أخاف أن هناك مكيدة. أنا أخاف أن هناك مكيدة لاحتواء فلسطين عن طريق احتواء حركة حماس ودخول الرافضة فيها، وقد يؤدي ذلك لانتشار الرفض، وانتشار الرفض في العالم الإسلامي قد بدا لي الآن أنه يسهل على أعداء المسلمين التهام هذه البلاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لحظة شوي، لحظة. كما رأينا في العراق، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر وتلطف بوجود الإخوة السنة في العراق، لكانت هيمنة المحتلين في العراق أعظم مما هي عليه الآن. وكذلك اليهود احتووا لبنان عن طريق الرافضة. وأنا أخشى أن النظر إلى نشر الرفض في فلسطين خطوة من أجل ذلك أيضا. هذا الذي نقوله. فلذلك أعتقد أن تشييع أهل فلسطين الآن مطلب من أجل السيطرة على فلسطين أكثر، والرضا باحتلال اليهود لفلسطين. أنا أخشى أن يكون هذا هو السبب. أرجو أن لا نتعامل مع الوقائع بعاطفة، مش بواقع وبمنطق. أرجو أن لا نفعل ذلك. ما معنى إحضار خالد مشعل إلى لبنان وإعطائه منبر حزب الله ليتكلم من هناك؟ أليس هذا تلميعا ونشرا وإغراء بالمذهب الرافضي في فلسطين؟ هذا هو معناه. فلنكن واقعيين بارك الله فيكم. نحن ما تكلمنا عن جماعة الإخوان إلا بسبب تكلمنا عن الرافضة واستغلالهم لبعض
الرموز السنية من أجل نشر الرفض، أو على الأقل إعطائه القبول بين أوساط السنة. ولن يستطيع السنة أن ينتصروا على أعدائهم حتى لو كان العدو أمريكا إلا عن طريق التطهير المذهبي لهذا المذهب الباطل، التطهير المذهبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيك. كان جنكيز خان كان موجود، جنكيز خان من الآن. طيب يا اخوان، احب ان فقط تنبيه خيبر. طيب حاضر. فقط تنبيه الأخ ماضي الذي دخل الآن، هذا من إخواننا، فهناك فرق كبير في الاسم هذا فيه حروف كبيرة وحروف صغيرة، حرف وحرف. أما الآخر فكل حروفه صغيرة. خير، فهذا من إخواننا، بارك الله فيكم ولا تسيئوا الظن به. تفضل يا خيبر 2004، تفضل معك. هو سأل ما رأيكم في صلاح الدين، هل كان أشعريا؟ الجواب نعم، يعني كان من عوام الأشاعرة، ولكن لم يكن من متكلمين أو منظريهم، بل كان يعني يحسن الظن فيهم ومن عوام الأشاعرة. أخي جابر بارك الله فيك، المايك فقط منك. طبعا صلاح الدين قرر تدريس العقيدة الأشعرية في مصر في الأزهر، وكان لذلك سبب. يعني بعد تحرير مصر من أيدي العبيديين، كان العبيديون يعني أهل باطنية وأهل حجج عقلية، تدرون الباطنية، واحتاج صلاح الدين إلى من يردون على الباطنية هم يعني الأشاعرة والمتكلم الأعراب، وكانت ردودهم جيدة يعني عن الباطنية وكذا. فقرر يعني تدريس العقيدة الأشعرية، وأتى بمشايخ الأشاعرة في الأزهر، خصوصا أنه مصر كانت في فترة نقاهة بعد حكم العبيديين الباطنية ووجود بعض دعاتهم. على كل حال القول الفصل نقول أنه كان على ضلالة. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. لا إن شاء الله أنا يعني وصلت لهون أنه فقط بينت أن هؤلاء ليس فقط مشكلتهم مع الشيعة، بل مشكلتهم مع كل المسلمين ومع كل من يتقارب الشيعة أو يحاول أن يقترب من الشيعة، سواء كان سنيا أو كائن من يكون، مباشرة سيطعنون به لمجرد أنه يخالفهم. وكما سمعتم صلاح الدين بالنسبة للأخوة السنة شخصية كبيرة، أيضا طعن به وقال عنه بأنه رجل ضال ومضل. الآن نبدأ في قضية روكادا، ولعلي أنا تعمدت شوي أني أعمل مقدمات حتى الأخوان اللي رجونا بأننا شوي نأخر البرنامج، وقلنا لهم إن شاء الله سنحاول مجرد أن تكتبوا اسم روكادا ستظهر لكم. لا أحد يكتب شيء إخوان، لا أحد يكتب نهائيا ولا كلمة، لا أحد يكتب ولا كلمة. لمجرد أن تكتبوا، إذا نسختوا هذا الرابط نسخ مثل ما هو، أو كتبتوا كلمة روكادا، راح يطلع معكم أكثر من 900 موقع من الإخوان السنة ممن كتبوا عن هذا الشخصية أنه انتقل إلى الإسلام. أكثر من 900 موقع. الآن غرفة السرداب ماذا فعلت بأصحاب هذه المواقع الإسلامية، سواء لإخواننا السنة، سواء للسلفيين، سواء لغيرهم؟ بأي موقف وضعت هؤلاء الذين وضعوا وكتبوا ما كتبوا؟ ويمكنكم أن تقرأوا فقط
ماذا كتبوا عن هذه الشخصية، ماذا فعلوا بأصحاب هذه المواقع. إذا اكتشفوا هم الأمر، أليس من الأولى كما كانوا هم أغبياء، وأنا أقول صراحة لأنهم أغبياء، كما كانوا هم أغبياء وحملوا المسلمين ما ليس عليهم أن يحملوه وما كان يفترض بهم أن يحملوا الإسلام، هذه الإشكالية. ألم يكن من المفروض منهم أن يراسلوا أولا أصحاب هذه المواقع التي لا زالت تضع هذه الروابط وهذه التسجيلات، والتي تعج في كل المواقع، وحتى مواقعهم قبل غيرهم، مواقع السرداب وغيرها لا زالت إلى الآن تعج بهذه الروابط. أليس كان من الأولى بكم أن تراسلوا أصحاب هذه المواقع؟ أليس كان من الأولى بكم أن تراسلوا أصدقائكم ومعارفكم عبر البرايفت، وتنهوا أنتم من وزعتم هذه الإشكالية على المسلمين، لأنكم أنتم ما وضعتم المسلمين بهذه الإشكالية، فأنتم تتحملون الإشكالية لا روك هذا، لأنه هذا البالتوك يدخله أي شخص، وممكن أي شخص أن يخدع أي أدمن أو أي إدارة في غرفة، لكن أن تكونوا أنتم دعاة وتوزعون هذا الرابط ومن ثم تأتون لتنسفوا هذه الشخصية عن بكرة أبيها، فأنتم وضعتم الإسلام أنه هناك فرقة على الأقل منافقين كذابين. ماذا أسميكم؟ ما أعرف. ماذا أسميكم؟ لا أعرف. هذا مقطع بسيط أضعه لكم حتى تروا هؤلاء المطبلين والمزمرين جزء بسيط جدا مما وضع في المنتديات وفي المواقع وفي الصفحات وفي المواقع المستقلة بهذه التسمية عن هذه الشخصية المسماة روكادا. نسمع سويا إن شاء الله. هذا إعلان إسلامه في غرفة السرداب، لأنه لو كان فيها السرداب مشايخ فهمانة، وهذا الكلام للدمشقية ولأمثاله، لو كان فيهم مشايخ فهمانة أول شيء كان يجب أن يكتشفوا أن هذا الرجل لم يكن نصرانيا، والدمشقية يدعي بأنه يناقش في غرف المسيحيين. فأقول لك يا دمشقية، هل وأنا أعلم بأنك تسمعني، والله العالم، أنا لا أريد أن أقول أنني أدعي الغيب، لكن غالبا أعرف بأنك تسمعني، لأنك البارحة كنت تنقل عني ما أقول أو تنقل ما يجري في غرفة الحق وتقول بأنهم يتشمتون. أقول لك لا، للأسف هذه المرة أنتم وضعتم الإسلام في حالة الآخرون يتشمتون بكم وبنا، ليس فقط بكم بل بكم وبنا. فلذلك سأسمعك ما طبلت له وزمرت، وهذه الشخصية اللي أنت تكلمت معها في غرفة خاصة وأخذتها إلى غرفة خاصة، وكنت أنت أحمق بحيث جعلوك أنت وأمثالك من مسؤولين غرفة السرداب كالحمار يحمل أسفاره. وهذه واقع أنك كنت كالحمار يحمل أسفاره أنت وغيرك، وأنا قلت لك ستكبرون هذه الشخصية وستجعلوها كبيرة، وقلت لكم وأذكركم أنه إن ثبت كلامي، وشاهدت كل الحضور، قلت لكم إن ثبت كلامي فسأحملكم المسؤولية، وأنا الآن أحملك المسؤولية يا دمشقية ويا كل شخص شارك مع هذا الشخص. كل شخص كان شريك يتحمل المسؤولية. والله لو لم أجمع كل الناس ولو لم أرسل هذه الرسالة للسرداب من البداية، ولا يفعلها غيري، لأنكم بما أنكم تطعنون بنا وبأهل البيت سلام الله عليهم وبالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، واحد غيري بيقول ينضربوا منهم لبعضهم، لكن قلت لكم كلمة، قلت لكم شوفوا، نحن مهما اختلفنا في عقيدتنا، لكن أنا أقول لكم مسلمين ولا أقبل أن يخدعكم أحد، لأن هذا الأمر يمس الإسلام. فإن كنت أنت مناظرا في غرف النصارى، إن كنت أنت مناظرا في غرف النصارى، فالمفروض عليك مجرد تجتمع مع هذا الشخص تسأل أسئلتك كشيخ، وإلا فاخلع عنك هذه اللحية وابحث عن مكان آخر. إن كنت لا تستطيع أن تميز بين النصراني وبين المسلم، إذا كنت لا تميز
فلماذا تأتي إلى هذا الفالتوك؟ ولماذا تدخل إلى غرف المسيحيين وتناظرهم؟ أنت لست أهلا لتميز بين المسلم وبين النصراني. إذا دعوني أسمعكم هذه الحفلة والطنة والرنة اللي عم يوزعوها وجعلوها في أكثر من 900 موقع، وشيء مؤسف ومخجل أن نسمع مثل هذا، ومن ثم نسمع العكس منهم. ويا ليتنا ما سمعنا العكس منهم. نسمع إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طريق الإيمان يقدم إسلام روكادا. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. لحظة شوي إخواني، قلت لكم تقطعوا الصوت عندي، الناس كلها قاعدة عم تسجل والآن في بث مباشر، فإذا بدكم تقطعوا الصوت عندي اضحكوا. لا أحد يضحك يا إخواني، رحم الله والديكم. القضية ما فيها ضحك، القضية فيها إساءة إلنا، القضية نحن المعنيين فيها، القضية ما فيها ضحك. فأرجوكم لا أحد يحط لا ضحكة ولا شيء، هذا رجاء، ولا أحد يكتب شيء، لا أحد يكتب شيء رجاء. وأنهم لا يستكبرون. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم جميعا، وحياكم الله وبياكم، والحمد لله الذي يعني عرفني بكم وأجمعني بكم وبكل الإخوة الذين هم على كلمة التوحيد. وحقيقة يعني وأنا منذ سنوات طويلة وأنا على التوحيد وأبحث عن ما هو الحق، ولا زلت أبحث إلى أنني توصلت إلى أمر هام، وهو أنه لا يمكن أن الله الواحد هذا الذي أرسل هذه الرسل وأرسل هذه الكتب وجمع العالم على دين واحد، والناس هم الذين فرقوه، أنه لا يمكن أنه ينتمي ولا يتم نعمته عليه. وحقيقة يعني لا أعلم ما أقوله وكيف أبدأ كلامي، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله لكم أنني بدأت مسيرتي في البحث عن الأديان وأنا من أشد أعداء الإسلام كرها له وكرها لمن فيه وحقدا عليه، ذلك أنني ربيت على هذا الحقد وعلى هذا العمل الذي هو يعني كان هذا هو عملنا. كنا بدأنا في خطة ونحن شباب في البحث عن شبهات الإسلام، وكما يفعل الآن بعض الشباب يعني المساكين الذين يضيعون وقتهم كما أريحكم، أنا أرتاح وريحكم أنا الفرد مرة، أرتاح وريحكم أنا الفرد مرة حتى أريح راسي. remove all mic. أتصور الآن هيك عزيزي، والله ما بعرف شو هي حبيبي حيدر صدقني ما أعرف شو هي. اسأل الأخ جود هارت، إن شاء الله الأخ جود هارت يتصرف. عزيزي الأخ جود هارت إذا سامعني يكتب لي واحد، افتحوا لهم الكتابية وارفعوا أياديكم رحم الله والديكم، ارفعوا أياديكم. إيه عزيزي جود هارت رحم الله والديك، إذا عندك الكود أو شيء افتحوا الغرفة بس مشان الإخوان يدخلوا عليها وخلي التعقيبات من هنيك، وأنا أقرأ التعقيبات من هذيك الغرفة. الكود والله مو عندي عزيزي، هلا بيفتحها الأخ جود هارت إن شاء الله. الآن بيفتحها الأخ جود هارت.
الآن الأخ بدهات بيفتحها إن شاء الله، وادعوا الأخوان إلى تلك الغرفة الكتابية اللي بده يعقد هنيك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله الأخت العلوية الآن، لكن هي اللي تفتح الغرفة إذا كانت سامعتني. إذا فتحتها تعطي الأخوة إشارة. إذا نتابع إن شاء الله. الآن هيك الأمور أريح. بس أي كل من يريد التعقيب بالكتابة بيدخل على الغرفة الكتابية، حيفتحوها الأخوان، تكتبوا وتعقبوا هنيك مثل ما بدكم. أتصور أن الأخوان الآن خلال ثواني بيكونوا فتحوها. نتابع إن شاء الله. هذا الدين وكيف أبدأ كلامي، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله لكم أنني بدأت مسيرتي في البحث عن الأديان وأنا من أشد أعداء الإسلام كرها له وكرها لمن فيه وحفظا عليه، ذلك أنني كان ربيت على هذا الحفظ وعلى هذا العمل الذي هو يعني كان هذا هو عملنا. كنا بدأنا في خطة ونحن شباب في البحث عن شبهات الإسلام، وكما يفعل الآن بعض الشباب يعني المساكين الذين يضيعون وقتهم كما أضعته أنا وعمرهم كما أضعته أنا في البحث عن شبهات لهذا الدين. وكنا مكلفون من قبل الكنيسة المرقسية، وقتها كنت أعمل شماسا فيها، كانت هذه مرتبة شماس في الكنيسة، كان مساعد شماس وترقيت إلى شماس. وكنا شباب كلفنا بأن نبحث في الإسلام عن كل الشبهات التي من الممكن أنها تفيدنا للانتهاء وإنهاء هذا الدين بأي طريقة. وكنا نحارب ونجاهد، وحقيقة سنوات طويلة ونبحث على كتاب آخر لهذا الدين حتى يكون هذا الدين يوجد له كتب أخرى يعني مقارنة بالأناجيل عندنا تبع للقرآن محرفة، ونقول القرآن محرف تبع إلى هذا أي شبهة. وحقيقة 7 سنوات لم نجد أي نسخة، إلا ما وجدت نسخة من كتاب مغربي وفرحنا بهذه النسخة وهذا الكلام. وعندما جاء أحد المغاربة وقرأ لنا ما هو مكتوب وجدناه أنه نفس الكلام الذي يقوله الناس في مصر والذي يقوله الناس في السعودية وفي لبنان، فتعجبنا وازددنا غلا. إلا أنه حقيقة أنا وكثير من الإخوة معي ثبت لنا بأنه هذا الدين لابد أن يكون عظيما، لا يمكن أن يكون هذا الدين إلا دين عظيم. ومن هنا وفي هذه اللحظات أنا وقفت مع نفسي ووقفت مع فكرة العزاء للإسلام. حقيقة وجدنا أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون، وبدأت في مسيرتي في البحث في الإسلام وهاجمت الكنيسة، لأن أولا وقتها لم أكن مقتنع بالإسلام كاملا إلا أني كنت أحترمه، ولكن حاربت الكنيسة أنا ومن معي على أن المسيح لا يمكن أن يكون إلها، ولا يمكن لله أن يوضع في بشر أو يوضع على الصليب كما فعل فينا اليهود الخنازير. ومن هنا كانت عداوتي مع الكنيسة، وبدأوا في يعني حرب علينا مما استغنى إلى مغادرة البلاد، وهذا ساعدني فيه بعض الإخوة في من المسؤولون وقتها في مصر، وتركنا البلاد وبدأنا في الدعوة إلى التوحيد. كان يظن البعض أننا على شهود يهوى، ولكن لا، نحن مسيحيون أقبات خالفنا هذا الاعتقاد الذي هو أصلا عندنا فيه خلافات كثيرة. نحن كان عندنا خلافات طويلة في هذا الأمر، وبدأت في هذا البحث عدة سنوات طويلة وأنا على هذا العمل وفي هذا البحث، إلى أنه توقفت أمام المذاهب وتوقفت أمام هذه الفرق وهذه التناقضات التي وجدت في المذاهب الإسلامية. حقيقة في أثناء بحث تعلمون يعني دخلت في كل الغرف وبدأت أتحدث وأقرأ في كل الكتب، يعني أمور كثيرة جدا تتشابه، والأمر يحتاج إلى سنوات طويلة وإلى بحث طويل. إلا أنه يقن عندي أنه عقيدة أنه لا يمكن أن يكون هذا الرسول الذي جاء للإسلام بهذه الأخلاق وبهذه الروح، وكيف استطاع أن يربي هذا الجيل ويربي هذه الأمة من دولة بدوية صحراوية ليس فيها شيء، وبدأ ينشر هذه الحضارة
لا يمكن أن يكون الله أنعم على هذا الرسول بهذا العمل العظيم، ولا يمكن أن يكون هذا العمل ناقص. أنا أقول حاشا لله أن ينقص هذا العمل أو يكون ناقصا، إلا أنني في أثناء هذا البحث وكثير من الإخوة حقيقة المشايخ والأفاضل يعني كثير منهم بدأوا يتكلمون أنه لا يمكن الإنسان أن يكمل حياته دون أن يكون على النهج الصحيح. وأنا يعني حقيقة من أثناء هذا العمل وأثناء بحثي ومعرفتي بالإخوة المسلمين وأخلاقهم شدني وأثرني هذا الفعل. وكيف أجد حقيقة يعني هؤلاء الشيوخ يأخذونني في غرفة ويتكلمون معي ويضيعون وقتهم ومجهودهم، وأسأل لماذا يفعلون معي هذا؟ لماذا يحاولون أن أكون على هذا النهج ويكون داخل الدين الإسلامي الشريعة الكاملة؟ كنت أشعر أنا في نفسي أنه لا يمكن أن يكون لهذه الشريعة الكاملة يعني لابد أنها يكون لها منهج صحيح. وأنا أجد في نفسي أني موحد وأقول طيب أنا موحد، أنا يكفي أني موحد ووحد الله؟ قلت لا، كنت أكابر حقيقة، يعني كل ما كنت أقرب من الإسلام وأبدأ في الدخول إلى الإسلام أجد الفرق الكثيرة ترسل لي شبهات وأمور أقول لا يمكن لهذا الرسول يفعل هذا، ومأرجع خطوات. وأيضا نفسي وشيطاني يقولون لي يا ركازة لا تجد ولا دين، أنت الآن موحد، أنت الآن مثل الحواريون، أنت الآن مثل الأنبياء. وكثير من نفسي حقيقة وأجد نفسي مكابرا إلا أنه يعني جاءت هذه الكلمات التي سمعتها من هؤلاء الأفاضل، وأخيرا اليوم كلمة الأخ البلسم الشافر التي ألقاها، وهذه الكلمات وهذه الروح وهذه الآيات التي لماذا أنا عندما كنت أقرأ في القرآن لماذا دموعي تنزل عندما أسمع كلمة المسيح؟ وكيف القرآن أكرم المسيح بهذه المكرمة التي نحن أهمناها في مسيحيتنا، وجعل المسيح على الصليب، أهمنا المسيح، أهمنا العذراء مريم، أهمنا ديننا. لماذا نحن أهمنا هذا الدين وأهمنا أنفسنا هذه الإهانة؟ وجاء دين واضح صريح وشريعة متكاملة تمدح المسيح وترفعه إلى السماء، ونحن أنزلناه إلى الأرض ميتا مكسوفا به الأرض على يد اليهود أعداء الدين. حقيقة كابرت كثيرا، وكنت أكابر وأكابر وجريت أكابر، ولكن إلى متى هذه المكابرة؟ إلى متى يا ركابة تكابر؟ إلى متى تقف هذه الوقفات الشيطانية؟ إلى متى؟ ألا يأل قلبك أن يلين؟ هذا كان سؤالي للركابة. أقول له يا أخي ألا لك أن تلين، ألا لك أن ترك. لماذا عندما تسمع سيرة الرسول محمد عيناك تدمع؟ لماذا عندما يشكل القرآن تدمع عيناك؟ لماذا عيناك تدمع وعقلك لا يدمع؟ حقيقة كان هذا هو ما يؤلمني، وكنت أشعر بأمور كثيرة داخلي تحترق ولا أجد لها أي جواب ولا أي استفسار، إلا أنني حقيقة لم أجد أي أمل ولا أي عمل لي خير من أنني أعلنها صراحة، أني أكون في هذا الدين، دين الإسلام، وأشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله المنزل بالكتاب وبالآيات وبالشريعة السمحاء، وأشهد بأن المسيح عبد الله ورسوله وكلمة منه وروح منه. أشهد هذه الشهادة وأنا على يقين وعلى ثقة من أنه لا أمل لي ولا مجال إلا أن يتغمدني الله برحمته، إلا أن يقبلني ويقبل هذه الشهادة ويقبل توبتي. هذا هو ما أدعوه، وهذا هو أملي في هذه الحياة، هذا هو دعائي، أن يقبلني الله مسلما، وأن أكون كما دعا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أكون كما دعا ودعاني، وأنا أستحضره الآن أمامي وأشعر بأنه يقول لي يا ركاد اتبعني كن خلفي، اتبع شريعتي. هذا هو ما أشعر به، وأندم ندم كبيرا على ارتبطت فيه من سنوات طويلة. صلعت كل شيء أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا
صدقنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. إخواني أنا نقضت الغرفة مشان لا أحد يحط ضحكة ولا أحد يحط سخرية. الموضوع ما فيه سخرية ولا فيه ضحكة، الموضوع فيه مأساة، فيه مشكلة كبيرة. الموضوع ما بيضحك، الموضوع اللي يعتقد انه بيضحك فهو مخطئ. الموضوع فيها أذية لأصحاب هؤلاء المواقع اللي أخذوا عن غرفة تتكلم باسم الإسلام ونقلوا عنها، سواء كانوا من الأخوة السنة أو غيرهم. الآن المواقع أنا راجعت استغلوا هذا الإعلان الخطير اللي أعلنوه هؤلاء الأغبياء وعلى رأسهم مناصر والدمشقية، استغلوه أسوأ استغلال ووضعوه في كل مكان، وبدأوا الآن يتهجمون على المسلمين باسم هذه الغرفة الحقيرة اللي مسمات السرداب. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. مين اللي كتبها؟ عزيزي عاشق الأبرار. ليش هذه العبارة؟ عزيزي عاشق الأبرار، منين جبت هذه العبارة؟ أرجو أن تمسح هذه العبارات ولا داعي لها. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. البعض آخذ الموضوع بشكل عادي، مو منتبهين أن الموضوع أخطر من هيك. الموضوع الآن غرفة السرداب تتحمل مسؤولية هذه الإهانة لكل المسلمين شيعة وسنة، وعليهم أن يجدوا مخرج لهم لأنفسهم. إذا كان ما عندهم إدارة وما عندهم مشايخ يلتفتوا إلى هكذا أمور ولا يستطيعون أن يميزوا فهذه مشكلتهم. ممكن أن يخدعوا نعم، لكن أن يجعلوا الأمر بهذا الأسلوب بهذه المهزلة. أول شيء نطفوا المواقع، أول شيء نطفوا المواقع، راسلوا الناس، حذروا بهدوء بعدين تصرفوا، وإلا أنتم الآن أمام كارثة كبرى لأن مواقعكم تعج. راجعوا فقط المواقع. على كل ندخل الآن بالموضوع واللي هو لماذا أعلنوا هؤلاء، لماذا أعلن الدمشقية، ولماذا أعلن مناصر، ولماذا تخبط القوم. منهم من كان مع روكادا ولعلهم كانوا أعقل من هؤلاء، ومنهم من كان ضد روكادا كالدمشقية وكمناصر وكبعض الشخصيات اللي لها مصالح خاصة من وراء هذا الأمر. إن شاء الله سنبين هذا الأمر، لكن دعونا نسمع اعترافات هؤلاء التي لطالما أكدنا وحذرنا عليها، لكن سبحانك اللهم ربي لم يقبلوا منا بل اتهموننا بأننا عملاء للمسيحيين لمجرد أن حذرنا أن هذا الرجل مسلم وليس مسيحي. وطبعا أكو شخصية اسمها بيج بوس وأنا عندي تسجيل كامل، لكن أريد أن أدخل في الموضوع لأن الموضوع طويل بعض الشيء. عندي شخصية معروفة عندهم وأدمن معهم في غرفة السرداب اسمه بيج بوس، كان أحد المحذرين ولعله كان أعلم من الدمشقية، لأن الدمشقية جهل ولم يلتفت لهذا، لكن بيج بوس التفت لهذا الأمر. وكان بوقتها الأخ القدس موجود في مناظرة ودخل علينا أمام الجميع في غرفة الحق وقال له أنت كذاب، أنت لست نصرانيا، أنا أناقش في غرف النصارى وأنت لست نصرانيا. لكن مع الأسف جماعة السرداب حتى بعض الذين انتبهوا إلى هذا الأمر تجاهلوه. على كل نبدأ مع هؤلاء لنبين هؤلاء الكاذبين المنافقين ما هي غايتهم من
إطلاق ما أطلقوه البارحة أو إعلان ما أعلنوه البارحة حول روكادا. نبدأ إن شاء الله طبعا في غرفة السرداب. آنفا أن منهجنا واضح وثوابتنا لا تتغير ولله الحمد والمنة. بعد أن قدمنا هذا الرجل ودعونا له وأقام حوارات تابعناها، لا أخفيكم أننا كنا ننظر إلى اطلاع الرجل ومعرفته ببعض التفاصيل بالإسلام، ولكن هذا قد لا يستغرب بعض المرات إذا عرف الإنسان أن كثيرا من المستشرقين يعرفون تفاصيل دقيقة عن الإسلام والمسلمين قد تخفى على عامة المسلمين الذين هم ينتمون لأب وأم المسلمين. نعم، فلذلك كان هذا الاستغراب يزول عندما كنا ننظر له على أنه باحث يريد الحق ويبحث عن الإسلام. إخواني قبل لا أتابع، رحم الله والديكم ادخلوا في الغرفة الكتابية حتى أستطيع أتابع معكم من الغرفة الكتابية. الغرفة الكتابية الآن فيها تقريبا حوالي 72 شخص. ادخلوا في الغرفة الكتابية، ما بطلعكم من هذه الغرفة، لكن اللي بيحب يشارك بالكتابة يدخل إلى الغرفة الكتابية، يسهل عليه وعلينا إنه نقدر نتابع نحن ماذا يجري. وأتمنى من الأخوان في الغرفة الكتابية يفتحوا عيونهم تماما على هؤلاء الذين يكتبون هناك وماذا يكتبون. أتمنى من الأخوان يدخلوا إلى الغرفة الكتابية، رحم الله والديكم. ادخلوا إلى الغرفة الكتابية، الآن فيها 74 واحد وانتم ما شاء الله 400 واحد بالغرفة. اللي يحب فاطمة الزهراء سلام الله عليها يدخل إلى الغرفة الكتابية، يلا يشوف اللي يقدر. ما بدي شيء، بنفس القسم، قسم الميدل إيست، ريفريش تحديث، تطلع له غرفة سوداء نفس اسم غرفة الحق، نفس التسمية، كل ما هنالك ادخلوا إليه. وهنيك احنا موجودين إن شاء الله بالكتابية، عم نشارك بالكتابة، فرحم الله والديكم ادخلوا إلى الكتابية. واللي مو رافع ايده يرفع ايده، وادخلوا الى الكتابية وان شاء الله نتابع. ولا يهمك حبيبي عاشق. اللهم صل على محمد وآل سيدنا محمد. باينة عندكم الآن فيها 106 يعني واضحة، اللي بيعمل ريفريش بيلاقيها بكل سهولة، مو شغلة صعبة. ادخلوا إلى الكتابية وإن شاء الله نتابع ماذا جرى في السرداب وهذه الطامة الكبرى التي أتوا بها ورموها في هذا البالتوك. ومضينا مع ركادة نقدمه ونقدم حواراته ونتابعها ونغطيها من هذا الباب ومن باب حثه على الوصول إلى الحق. ولا يخفى على كثير منكم الحوارات التي أقامها. حقيقة أنا أعرض لكم الصورة كما يعرفها الكثيرون منكم، ولا أريد أن أدخل في النوايا، ولكن أيها الأحباب، بعد أن أعلن ركادة إسلامه ذرفت العيون دموعا كثيرة، كبر الإخوان وهتفوا بقلوبهم يشكرون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه على هداية هذا الذي ادعى أنه نصراني وأسلم، وهو اسمه ركادة، وأسلم على معتقد أهل السنة والجماعة. فقلنا الحمد لله الذي هداه، واستقبلناه بفرحة كبيرة وثناء كبير، وتقدم الكثيرون للدعاء له بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى كما حصل وعاش معنا هذه اللحظات كثير منكم. مضينا على هذا الحال ونحن نظن أن الرجل كان نصرانيا وأسلم، وهنا إلى هذا الحد لم نكن نعرف عنه غير ذلك، والله يشهد على ما أقول عن نفسي ومجلس إدارة غرفة السرداب لا تعرف بمشايخها، لا تعرف عن ركادة إلا ما ذكرناه لكم.
إلا أنه في الحقيقة حصل هناك أمر آخر وظهرت حقائق مخالفة مغايرة. كان هناك شخصية ملازمة لركادة تناصرها وتؤازرها، شخصية رجل اسمه عبر هذه الشبكة العنكبوتية، وحق أن تسمى بالشبكة العنكبوتة، رجل اسمه سيف الإسلام. وحتى لا أطيل الكلام عليكم، تبين لنا أن سيف الإسلام وركادة وجهان لعملة واحدة، وجهان لعملة واحدة، أي أن سيف الإسلام هذا هو نفسه ركادة. سيف الإسلام هو نفسه ركادة، وقام بهذا العمل لمبرر هو يعرفه. ولا يهمني أن أدخل في نية الرجل وأن أتكلم عن أمور لا أعرفها. أقول تبين لنا ومن خلال سفرنا إلى الحج ركادة هو نفسه سيف الإسلام، وأن الرجل لم يكن نصرانيا أصلا، ولا نعرف الملة الحقيقية لهذا الرجل، وقد يدعي انتسابه لهذا المعتقد أو ذاك أهل السنة أو غيرهم، فنقول الله أعلم. كما أننا استقبلنا ركادة بادعائه أنه نصراني يبحث عن الإسلام، وفتحنا له قلوبنا وغرفنا من أجل أن يسلم، ومن أجل أن نسهل له الطريق، ودعونا الله له لأن يهديه للإسلام. فالآن نقول لم يكن في ذلك الوقت عندنا فيه لا شك، ولكن بعد أن تبين لنا هذا المزيد من هذا الرجل لا يسعنا حفظه قبل غيرهم. وتأكدت من أن الإعلان وضع في غرفة الرافضة من باب أن يتأكد أعداؤنا قبل إخواننا من أننا لا نحابي على حساب ديننا أبدا، ولا تتغير ثوابتنا ولا مبادئنا أبدا، ولا نرتضي أن نكذب أو نقر الكذب أبدا، حتى لو كان كائنا من كان من يكذب من أجل أي حجة يدعيها، حتى ولو قال إني أريد أن أنصر الإسلام وهذا الدين. الآن سمعت هذه العبارة اللي تنم عن شخصية شريفة ونظيفة ما شاء الله، وطاهرة وعفيفة وحريصة على الإسلام وحريصة على الصدق. الآن سنتبين إن شاء الله الأسباب الحقيقية وراء ركادة، ولأني لا سائلين عن ركادة أو لا سائلين يفتحوا الموضوع ولا شيء، لكن هناك ما هو أخطر من قضية أن الرجل كذب أو لم يكذب. وإن شاء الله راح أسمعكم ما هي الأمور الخطيرة التي حاول، واللي قال ما نقدر نقولها، بس أنا اللي أقولها لحتى ريحك يا أبو ناصر. فنبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الكذب وأهله، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى ممن يدعي أنه ينصر الدين بالكذب، لا سيما في هذه الغرفة. وهنا أتكلم عن السرداب. فعندما عرفنا حقيقة هذا الرجل المسمى ركادة الذي كان يتكلم باسم ركادة واسم سيف الإسلام، والتقيناه واعترف بنفسه لكثير من الإخوة أنه هو نفسه سيف الإسلام، وعرفناه حقيقة واستمعنا إلى صوته، أو استمع بعض الإخوة إلى
صوته وهو يتكلم بصوت ركادة قلنا لا يمكن أن نقره كرا لم نبتدعه أصلا ولم نرضاه أصلا ولا نرضى به في غرفتنا ولا نقره كما لا يقره شرعنا. فلذلك أيها الأحباب نطلعكم اليوم على هذه الحقيقة، وإن كانت قاسية على نفوس بعضكم، وإن كان هناك ممن دعوناهم من غرف الرافضة يريد أن يتصيد ويقول أنتم قدمتم ركادا، نحن لم نطلع الغيب، نحن نأخذ بظاهر الكلام من الناس ولم نؤمر بأن نشق عما في صدورهم وما في قلوبهم، ولكن نسلم لما يدعيه الناس عن أنفسهم. وعندما تبين لنا أن هناك دخل وكذب ودجل بينا الحقيقة وليعلم العدو قبل الصديق، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء الذين يقومون بمثل هذه الأعمال، حتى وإن حسنت نيتهم، حتى وإن كان قصدهم نصرة هذا الدين، فنقول لهم لن نقركم على هذا ولن نقبل بهذا المنهج الباطل في نصرة هذا الدين، فالله غني عن صدقنا فضلا عن أن يكون غنيا بحاجة إلى كذبنا والعياذ بالله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين المخلصين لدينه الذين يذبون عن هذا الدين بما شرعه الله ورسوله بالحجة والبينة، نقارع أعداء الله سبحانه وتعالى ونبين الحقائق بمصادرها وأدلتها الحقيقية، ونسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعلنا من المعتدين ولا الظالمين، اللهم آمين. أنا أقول أيها الأحباب قد يكون الكثير منكم الآن متفاجئ ويستغرب من أن نطرح مثل هذا الموضوع، لكن أعيد أقول هذا من باب الأمانة، كما أننا قدمنا هذا الرجل على أنه يبحث عن الإسلام كما هو ادعى، عندما عرفنا هذه الحقيقة وعرفناه بشخصه والتقينا به أنا وكثير من الإخوة، وعرفنا أن هذا ركادا لم يكن إلا شخصية مجنونة، آثرنا أن نبين الحق وأن نعلمكم جميعا والحاضر منكم يبلغ الغائب في أمر هذا الرجل. فهذا الرجل الآن كما عرفناه من قبل أنه يبحث عن الحق، الآن تبين لنا أنه أول ما ظهر لنا ظهر بكذبه، وظهر بطريقته الساذجة، وللأسف الشديد يدعي أنه نصراني ودكتور في اللاهوت وأنه يبحث عن الإسلام، وما كان لنا أن نقر مثل هذه الأمور أبدا ولا يقرها شرعنا. أنا أرى الشيخ دمشقي يرفع يده، وأتمنى أيضا على الدكتور أحمد أن يرفع يده ويقول كلمته في مثل هذا الموقف. فأرجو من عفوا الشيخ أحمد أن يرفع يده كذلك، وأعذرنا يا أخ شهاب أن نقدم المشايخ ليعلقوا على مثل هذا الأمر ويحذروا أيضا من مثل هذه التصرفات أن تكون من أحد إخواننا. وأنا هنا أقول لكم إنه كما عرفنا أن هذا الرجل قد كذب، فإننا لا نعرف مذهب الرجل ولا اعتقاده، لا نعرف منهج الرجل ولا اعتقاده، وهذه حقيقة، وأنا هذا ما أدين لله عز وجل به. طيب هذا ما أدين لله عز وجل به بعد أن عرفنا أنه يكذب. يا شيخ أحمد الشيخ دمشقي جزاه الله خيرا يقدم، وأنت سمعت هذا الذي كان بارك الله فيك، بذلك أرجو منك يا دكتور أحمد أن تأخذ اللاقط وأن تعلق على مثل هذا، وأن تحذر يعني من مثل هذه الأمور أن تحصل أو تتكرر من إخواننا، إذا كان يعني أحد سولت له نفسه أن يكون منه مثل هذه الأمور. جزاك الله خيرا. تفضل يا دكتور أحمد. قبل لا نقدم الدكتور أحمد وقبل لا نقدم الشيخ الدمشقية ونسمع أيضا مبرراتهم
يعني حتى الناس تعرف، لأنهم اجتمعوا بروكادا، لأنه الشيخ العرعور قدم منحة منه لهذا الرجل أنه يذهب هذه السنة الحج على حسابه الخاص. وفعلا ذهب الرجل للحج، واجتمع روكادا مع الدمشقية ومع مناصر ومع شخصيات أخرى سيذكرون شخص، واكتشفوا بأنه هو سيف الإسلام، وهو اعترف به ولهم الصوتين، وفعلا تبين أنه هو سيف الإسلام. طبعا كما سمعتم محاولة استشراف، لكن إن شاء الله الآن ختمها هو بعبارة قال: لكننا لا نعرف مذهبه ولا اعتقاده. وهو الآن بدأ يشير إلى المصيبة والطامة التي وقع بها هؤلاء. أنا أقول لكم أنا أعرف اعتقاد ومذهب روكادا، وإن شاء الله سأخبركم باعتقاده، لأنه منذ البداية أنا أعرف ماذا اعتقاد سيف الإسلام، لذلك مؤكد أنني سأعرف من هو روكادا ما هو اعتقاده. نتابع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا في طاعته، وأن يسخرنا لخدمة دينه، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة، المقتفين بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. الداعي إلى الله سبحانه وتعالى يجب عليه أن يتجرد لله عز وجل، وأن يحرص أن يكون في دعوته مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم، متحليا بأخلاق الإسلام، وأن لا يعرف عليه ما يخدش الحياء أو المروءة أو غير ذلك من الصفات الذميمة، لأن من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يكون قدوة. وكما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه شعيب أنه قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ومن أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون صادقا مع نفسه ومع ربه ومع من يدعوهم إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن الله عز وجل لا يقبل إلا الصدق، وأن الصادقين هم الذين وعدوا بالنجاة وبالفوز عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من هؤلاء. أقول ينبغي لنا أيها الأخوة في هذه الغرفة، سواء المشرفين أو المشايخ أو الدعاة أو الذين يدخلون ويشاركون في هذه الغرفة، أن يحرصوا أن يكونوا قدوة في دعوتهم، أن يكونوا قدوة مع المخالف ومع الموافق. ولو رجعنا إلى تراجم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى لوجدنا أنهم كانوا أحرص الناس على التمسك بالأخلاق الإسلامية، ولذلك بعضهم ربما دعا إلى الله عز وجل من خلال فقط سلوكه ومعاملته للناس، من غير أن يتكلم ومن غير أن يبين تعاليم الإسلام. يعرف الناس تعاليم الإسلام من خلال معاملته ومن خلال أخلاقه، فيدعو إلى الله سبحانه وتعالى بالمعاملة الحسنة التي يعامل بها الآخرين، فيتعرف الناس على فضائل الإسلام وعلى مزاياه. والله عز وجل ليس بحاجة لنا ولا بحاجة لأي إنسان، فالله غني عن عباده، ودين الله سبحانه وتعالى منصور، والله قد تكفل بنصر دينه سبحانه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فدين الله عز وجل منصور، ولو تركه
وتخلى عنه المسلمون لأبدلهم الله عز وجل وجاء بغيرهم ممن ينصرون هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ولذلك أيها الأخوة من يظن أنه بالكذب وبالخداع وبالتدليس وبالغش ينصر دين الله عز وجل فقد أخطأ وقد أساء، وإن كانت نيته حسنة، لأن حسن النية لا تبرر سوء العمل. فإذا كان العمل سيئا فإنه لا يصح حتى وإن حسنت النية. لو أن إنسانا أراد نصرة الدين وأراد نصرة المسلمين ولكن باستخدام الكذب وبالخداع والغش وغير ذلك فإنه لا يصح منه ذلك، ولا يصح الكذب حتى مع غير المسلمين. لا يجوز لنا أن نكذب على أعدائنا، على من نبغضهم ونتقرب إلى الله تعالى ببغضهم. مثلا لا يجوز لنا أن نكذب على الرافضة أو نكذب على النصارى أو على اليهود، لا يجوز ذلك لنا ولا يقبل الله تعالى ذلك منا. فيجب علينا أن نكون صادقين مع أعدائنا ومع أصدقائنا. فلذلك كان من أبرز صفات الرسول صلى الله عليه وسلم التي عرف بها الصدق، وعرف ذلك أعداؤه قبل أصدقائه. لما سأل هرقل سأل أبا سفيان عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وسأله وكان أبو سفيان في ذلك الوقت مشركا، فسأله هل يكذب؟ فنفى أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا. فلذلك أيها الأخوة نحن هذا الذي يعني ركادة كما سمعت عنه وكما يعني جاءني هذا الكلام من عدد من الأخوة الذين التقوا به والذين سمعوا منه مباشرة اعترافه بأنه لم يكن نصرانيا وإنما كان مسلما، وأنه تظاهر بالنصرانية ثم ادعى الدخول في الإسلام بعد المناقشات التي لا تخفى على الجميع. نحن في هذه الغرفة نتعامل مع الناس بما يظهر لنا، فالله عز وجل هو أعلم بما في القلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله عز وجل، ومع ذلك لا يعلم الغيب. والله عز وجل قد قال للنبي صلى الله عليه وسلم ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم إلا من علمه الله تعالى إياه عنه من المنافقين. نحن كثيرون فلا يعلمهم، فلا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه وما أطلعه الله تعالى عليه، أو ممن بدا منه تصرفات على نفاقه وعلى كذبه. ولذلك نحن في هذه الغرفة ومن نتعامل معه نعاملهم بالظاهر، فمن جاءنا وقال إنه مسلم عاملناه على أنه مسلم، ومن قال إنه نصراني كذلك عاملناه، ومن ادعى أنه رافضي كذلك نعامله بما يظهر لنا. فلذلك يعني ما حصل في هذه الغرفة سابقا من فرحنا بدخوله للإسلام وبنقاشنا معه سابقا، هذا يعني عندما ظهر لنا أنه لم يكن مسلما ناقشناه ودعوناه إلى الله عز وجل ورغبناه في الدخول في الإسلام، ثم لما أسلم فرحنا بإسلامه ونشرنا ذلك وفرحنا به. وكانت هذه من يعني الأمور المفرحة لهذه الغرفة وللجميع من فيها أنهم فرحوا بإسلام هذا الرجل. لكن لما ظهر أنه غير ذلك فلذلك كان لا بد أن نبين في هذه الغرفة، أن نبين أن الرجل يعني ظهر لنا أنه لم يكن مسلما لم يكن نصرانيا من قبل، وإنما هو كان مسلم وتظاهر لأمر الله سبحانه وتعالى يعلمه. الله يعلم لماذا تظاهر بهذا الأمر، لماذا تظاهر أنه نصراني، قد يكون له مآرب أخرى. ولذلك الحقيقة من جربنا عليه كذبا ينبغي لنا أن نكون منه على حذر. يعني من كذب بهذه الكذبة العظيمة تظاهر بأنه نصراني وأنه يعني متخصص في اللاهوت ثم بعد ذلك أعلن إسلامه، يجب علينا أن نحذر منه وأن لا نكون له الفرصة حتى أيضا يكمل ما بدأه من قبل، فربما يفعل شيئا آخر. فلذلك ينبغي أن نكون منه على حذر، وأن يعني لا نقبل ولا نصدق كل ما يأتي به، وإنما نحذر من هذا الرجل ومن التعامل معه. فإن كان صادقا في نيته فالله عز وجل أولى به. أول ندعوه إلى التوبة إلى الله عز وجل من الكذب الذي كذبه والذي تظاهر به، فندعوه إلى أن يتوب إلى الله عز وجل وأن ينيب إلى الله سبحانه وتعالى مما فعل. ثم إن كان صادقا ونيته حسنة
فالله عز وجل يجازيه على نيته. أما إن كان له مآرب أخرى فالله عز وجل له بالمرصاد، والله عز وجل لا بد أن يبين ويفضح ويفضح يعني من كذب ومن يعني أراد يعني سوءا. فمن يعني أسر سريرة ألبسه الله رداءها فلا بد أن ينفضح ولا بد أن يتضح أمره للناس. ولكن أقول ينبغي لنا أن نحذر من هذا العمل، ونحن لا نرضى له ولا لغيره أن يستخدم هذه الوسيلة. وإن كانت هذه الوسيلة يعني فرح بها الأخوة وفرحنا بها، وربما غاضت الرافضة حينما أعلن إسلامه ودخوله لمذهب أهل السنة. أقول ربما فرح أو لا شك أنهم غضب الرافضة من ذلك، وفرحنا نحن أهل السنة بذلك. ولكن مع ذلك حينما علمنا بكذبه فإننا لا نقبل منه هذا العمل ولا نشجع على ذلك فيه مستقبلا، وإنما يجب أن نبين الحق الذي علمناه والذي تبين لنا، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن هذه الأساليب وعن الخداع وعن الأساليب الملتوية. الله عز وجل دينه منصور والحق منصور، ولا بد أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وبالكتاب والسنة. وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول واصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان. إن قل هذا الرجل وإن ذهب وإن فقدناه فلسنا بحاجة إليه، ولسنا بحاجة لكثرة من يدخلون إلى هذه الغرفة، ولكننا نبين الحق، فمن قبله فأهلا به ومن رفضه فقد قامت الحجة عليه، والله سبحانه وتعالى يتولى الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله أن يستعملنا في طاعته، وأن يسخرنا لخدمة دينه، وأن يجعلنا من المقتفين لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاك الله خير يا شيخ واحسن الله اليك. شنو بدك نشكوه جزاك الله خير. ارجو منك بارك الله فيك ان تعلق كذلك ويسمع الاخوه. يقول بعض الاخوه انه كان قد حذر من قبل. نقول لكم ايها الاحباب حرصنا على ان لا نكون سببا في ردة أحدهم أو بعده عن دين الله سبحانه وتعالى دائما يكون أكبر من أن نكون حذرين. نحن كما قلنا نأخذ بالظاهر ونسمع كلام من يأتي إلينا يبحث عن الحق، ونحرص على أن لا نكون سببا في بعده عن دين الله سبحانه وتعالى. قد يكون بعضكم شك في الرجل من قبل أو حذر من الرجل من قبل، وهذا ليس سبب كافي حتى نمنع رجلا يأتي إلينا ويدعي أنه يبحث عن الحق أن نقول له ماذا أنت. بعض من اهتدى ولم يعلم، كانت عنده ظروف ولم يستطع أن يبين من هو بحقيقة شخصه، وهذا نقدره لبعض من يطلب الهداية. فكثير ممن هداه الله سبحانه وتعالى إخوة وأخوات كانت عندهم ظروف تمنعهم، منهم من كان يعيش في بيت نصارى ومنهم من كان يعيش في بيت رافضة لا يستطيع أن يعلن إسلامه ولا يستطيع أن يعلن هدايته، ومع ذلك هداه الله سبحانه وتعالى. أما أن نعرف حقا ويقينا أن فلان قد كذب وأن نقر على ذلك فهذا لا يمكن أن يكون يعني على الأقل بالنسبة للغرفة وإدارة الغرفة ومجلس الإدارة في الغرفة. شيخ أحمد المشقية بارك الله فيك، نسمع منك الآن لعلك تتفضل وتتكرم علينا. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله يا إخوان. حياكم الله تعالى. سلام أبي علي.
بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو صوتنا اليوم؟ طيب حياكم الله وبارك الله فيكم. أولا أقول بارك الله فيكم بأنه لم نكن حقيقة على علم بموضوع الركادة. من هو؟ من وراءه؟ ما هدفه؟ حقيقة والله ما كنا نعرف شيء من ذلك أبدا. ثم بعد هذا طبعا أنا ما أخفيكم كنت في شك منه. أنا كنت في شك منه، ولكن طبعا كما ذكر الإخوة أنه لا يجوز لنا، يعني قد يكون شيء في نفسي كما قال الله عز وجل ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم بسيماهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم، استغفر الله، فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في أحسن القول. أنا أؤمن كما ذكر إخواننا أن الصدق يأتي بأفضل النتائج، وأن الكذب لا يأتي بخير ولا خير في الكذب، وأن ديننا مبني على الصدق. كنت دائما أشكك في ركادة وأقول أنا ما رأيت، أنا عندي خبرة في دعوة النصارى إلى الإسلام، ما رأيت نصراني يتنقل بين السنة والشيعة ويأخذ من هنا ويتكلم هنا ويرد هنا ويفرغ أكثر وقته متنقلا بين هاتين الغرفتين. أعرف النصارى أنهم يبحثون مثلا عن الإسلام، لكن أن يتنقلوا هكذا بين السنة والشيعة يعني كنت أتعجب من ذلك. وكنت قد بينت ذلك لبعض الإخوة، وأعتقد أن الأخ مناصر واحدا منهم. إلى ربما حوالي 3 أشهر كلمني مرة على الخاص وزجرته، يعني كنت متشكك فيه، فلم يعجبه ذلك مني وتضايق. ثم بعد هذا قيل لي أدخل إلى غرفة خاصة مع ركابة وأدعوه فإنه قريب من الإسلام. فحقيقة ما فعلت. ثم بعد ذلك بأيام قيل لي أنه دخل في الإسلام ورحب الإخوة جميعا به إلى غير ذلك، إلى أن كتب لي على الخاص وكنت في بريطانيا، وذكر لي أنه يريد أن يلقاني، وذكر أنه سوف يحج السنة هذه. فانتهى الأمر إلى هنا. ثم بعد ذلك سافرت، أتيت إلى الرياض، ثم ذهبت إلى